اللهم صل وسلم وبارك على إمام المتواضعين. اللهم صل وسلم وبارك على راحم المساكين. اللهم صل وسلم وبارك على شفيع المذنبين إذا قام الناس إليك يا رب العالمين. يا رب، يا من لا يشغله شيء عن شيء، أنت عالم بخفايا الأمور ومحصي وساوس الصدور، وأنت بالمنزل الأعلى وعلمك محيط بالمنزل الأدنى، تعاليت علوا كبيرا. فاللهم يا مغيث أغثنا من شرور أنفسنا، يا واسع يا عليم يا ذا الفضل العظيم، فإنك إن تمسسنا بضر فلا كاشف له إلا أنت، وإن تردنا بخير فلا راد لفضلك. يا رب، تصيب به من تشاء من عبادك وأنت الغفور الرحيم. اللهم إنا فوضنا أمرنا كله إليك، وتركنا حوائجنا كلها بين يديك، فإنه لا يضيع عندك حق ولا يخيب لديك رجاء، يا رب الأرض والسماء، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم عاملين ايه؟ اهلا وسهلا بيكم في قناتي. لسه ما اشتركش يشترك ويفعل الجرس عشان يوصلوا اي فيديو انا بنزله. والناس المشتركه اول ما تفتح الفيديو ما تنسوش اللايك، لان اللايك هو اللي بيدعم القناه وبيوصلها لاكبر عدد من الناس. النهارده بقى هنعمل المكرونه البرولينيز او المكرونه اللي باللحمه المفرومه. ليها كذا مسمى، طريقتها حلوة وبسيطة وسهلة وحلوة. بتتعمل ممكن بربع كيلو لحمة. لو عندكم عيلة كاملة ممكن تعملوها. يعني بتدي كمية كبيرة وفي نفس الوقت بتبقى حلوة جدا جدا. اول حاجة جبت المقلاية بتاعتي كده، حطيت فيها معلقة زيت وبدأت انزل باللحمة كده المفرومة، وبدأت اللي انا اشوح كده فيها زي ما انتم شايفين. في الوقت ده كنت حاطه ميه سخنه كده بتغلي، ونزلت بالمكرونه الاسباجيتي زي ما هي النهارده، ما كسرتهاش. النهارده يعني طريقه التقديم بتاعه المكرونه دي، فما ينفعش ان انتوا تكسروا المكرونه، لازم المكرونه تفضل كده طويله. هنا بعد ما اللحمه خلاص بقى دخلت في السوا كده ولونها اتغير، رحت نازله عليها ببصلايه كده صغيره وفص توم. الثوم مع البصل بتدي طعم حلو قوي في اللحمه دي، جربوها. فص ثوم كده والبصلايه الصغيره، وبدات اللي انا اشوح فيها كده. احط دلوقتي فلفل اسود والبهارات بتاعتها بقى، ملح وفلفل اسود، بابريكا، ما بحطش فيها بهارات كتير. هنا هقطع كده قرن فلفل احمر كده واحطه. طبعا عايزين تحطوا شطه حطوا، هي كل ما بتكون حاميه كل ما بتكون حلوه. انا رميت كده حته من الفلفل الاحمر ده، وبدات احط بابريكا وحطيت فلفل اسود، وهحط ملح دلوقتي. وابتدي بقى اشوح فيها لحد لما احس ان هي كده البصل بدأ يدبل والثوم بدأت ريحته تطلع وكل المكونات كده بدأت تخش جوا بعض. هحط بقى دلوقتي معلقتين صلصة كده حلوين كبار. لان هي اهم حاجة اللون بتاع الصلصة، تحسوا ان هي اللون الصلصة مختلف شوية عن الصلصة الحمراء بتاعتنا العادية. نحط بقى معلقتين طماطم كده اهو. انا عندي الصلصة بحطها في الفريزر، فاحط كده قطعتين زي ما انتم شايفين وهبتدي افكهم. وبعدين في الوقت ده بقى هتكونوا يا اما بشرين طماطم يا اما ضربينها في الخلاط، بس احسن بتكون مبشوره عشان تدي تقل شويه للصوص ده. الصوص ده بيبقى تقيل، ما بيبقاش صلصه خفيفه. فانا بشرت الطماطم اللي عندي عشان خاطر اخلي الصوص تخين زي ما هتشوفوا دلوقتي. دلوقتي بقى هو بصوا كده، هنا انا بشرت الطماطم والصلصه والبصل وكله. هحط بقى، انا خدت كوبايتين كده من ميه سلق المكرونه عشان تخلي زي ما قلت لكم الصوص تقيل. ما حطيتش ميه عاديه، حطيت ميه سلق المكرونه. حطيتها كده بقى ووطيت عليها النار وسبتها بقى لحد لما هتشوفوا دلوقتي الصوص بتاعها هيبقى عامل ازاي، تقيل ازاي. من احلى الصوصات اللي ممكن تعملوها. هيتقل كده وهتشوفوا الصوص، بقول لكم هيبقى احلى صوص ممكن تعملوه للمكرونه. وفي نفس الوقت لو هتعملوا كميه مكرونه كبيره هيدي معاكم، لو عيله كبيره برضو هيصد، حتى لو بربع كيلو لحمه مفرومه زي ما قلت لكم هتعملوا حاجه شكلها حلو شكلها شيك، وفي التقديم حلوه جدا وطعمها كمان احلى واحلى. بصوا انا هنا عملت المكرونه بطولها كده زي ما انتم شايفين، عشان لما اجي الفها كده هي بتتقدم في المطاعم كده. المكرونه البولونيز دي هي بتتقدم بتتلف كده
بتبقى زي دواير كده بيقدموها في الطبق. طبعا ما بتتحطش كمية كبيرة، بتحط مثلا كورة او كورتين بس. هنا بما ان مثلا هناكله كذا نفر فممكن نحطه كده في الطبق كده كذا كورة ونحط عليها الصلصة زي ما هتشوفوا دلوقتي. ممكن يتعمل جنبيها بطاطس محمرة، يتجاب جنبيها شيبسي، يتقدم جنبيها سلطة. يعني دي كفيلة ان هي تتحط كوجبة كده، مش محتاجة اي حاجة معاها. وزي ما قلت لكم مش هتكلفكم غير ربع كيلو لحمة مفرومة، وهتعملوا بيها حلة صلصة لو قدام الضيوف هتقدموا، وهتعملوا يعني صينية كبيرة كده وتقدموها. هتبقى حلوة جدا، من المكرونات الخفيفة واللي طعمها حلو جدا جدا لو في ضيوف ولا حاجة. وحتى لو ولادك هيحبوها قوي بالطريقة دي، جربوها برضو هتعجبكم. هنا بقى بصوا كده انا ببتدي الف كده كل كوره لوحدها، وزي ما قلت لكم انتوا ممكن تحطوا في كل طبق كوره واحده، وممكن لو هياكلوا مثلا كذا عدد يحطوا في الطبق، في مثلا في طبق كبير يحطوا كذا كوره زي ما انا هعمل كده دلوقتي. هحط كده كذا كوره واحط عليها في يعني فوق كل كوره بحط شويه كده لحمه مفرومه بالصلصه. وباجي في طبق تاني طبعا لان انا حاطه هنا مكرونه كتير، فباجي في طبق تاني بروح حاطه شويه صلصه في طبق كده سلطانيه، بحيث اللي عايز يزيد يزيد قدامه. ممكن تقدموا كده المكرونه كلها، تعملوها كور كلها كده في سيرفيس، وكل واحد يطلع قدامه مثلا كده كوره وياخدها في الطبق اللي قدامه الفاضي. برضو دي طريقه تقديم بتبقى حلوه، ان انتوا تعملوها زي ما قلت لكم قدام الضيوف، ان انتوا تحطوا المكرونه كده في سيرفيس كبير، وكل واحد عايز بياخد كده الكرة اللي هو عايزها وبيلف. بصوا الصوص عامل ازاي، يعني ولا خفيف قوي ولا تقيل قوي، يعني سايبه له برده شويه كده بحيث ان هو يتقلب على المكرونه ومتبقاش ناشفه قوي باللحم. بصوا باخد بقى كده انا كل كرة بحط فيها فوقيها كده معلقتين من اللحمه المفرومه والصلصه دي، وبعدين بجيب سلطانيه كده بروح حاطه فيها باقي اللحمه المفرومه والصلصه، بحيث اللي عايز يزيد قدامه يزيد، اللي بيحب الصلصه كتير يحط. فبصوا لونها عامل ازاي، لون اللحمه دي، لون الصلصه دي بيبقى مختلف عن المكرونه العاديه بتاعتنا خالص، وبتبقى زي ما قلت لكم طعمها حلو جدا جدا، وخصوصا لو اللحمه ضاني بتدي ريحه وطعم حلو قوي. فجربوها مش هتندموا، هتعجبكم كتير. وزي ما قلت لكم قدام ضيوف هتعملوا سلطه وهتقلوا بطاطس مقليه جنبيها، هتبقى حلوه جدا، وجبه كامله مش محتاجه اي حاجه تاني. وفي نفس الوقت ما كلفتكمش كتير، هو ربع كيلو لحمة. ولو طبعا انتوا هتعملوا كمية قليلة ممكن كمان تخلوها طمن اللحمة، بلاش الربع كله لان هي بترمي كمية حلوة. هنا بقى هو انا فضيت كده الباقي كده في السلطانية زي ما انتوا شايفين كده، بصوا عاملة ازاي، وحطيت جنبيها شيبسي وحطيت جنبيها المكرونة، وهو ده كان اكلنا، وجنبيها كده حتة بطيخ. اتمنى يكون الفيديو عجبكم.